يعني بقت موضة إن كله يطبل للمرأة. مفيش مانع نديها حقوقها، لكن إحنا يعني المشايخ تطلع فتاوي عشان خاطر عيونها، لا. فأنا ما بحبش أسكت عن الباطل. الست ليها مكانتها في المجتمع، بس مش لازم نركبها، تبقى زينا على الأقل يعني بالتوازي، يعني نمشي نساعد بعض ونكمل بعض. فأنا كتبت قصيدة بالعامية بعنوان مفيش مانع. مفيش مانع نهننها، نهشكها، نساعد كل حناكشها ومشايخها ومناكشها، نقف صفين على الجنبين ونعمل من رجال جيشها. مفيش مانع ما نخدمها، وفي الأهوال نقدمها، ولما تخش جوه البيت نقف ليها نبجلها. يوم تنجح ويوم تفلح نغني لها، ولما هدومها تتوسخ مفيش مانع ما نغسلها، ولو عايزة كمان نحمل ما نحمل حتى أو نحزق ما نعملها. تروح الشغل وتهيص ولينا نحارت ونفيص وأي حاجات نكملها. كلامها أوامر الشاب، تقول هوبا نقول هوب، تقول كبة نقول كب. حاجات من آسيا وأوروبا، ما هي الميلة، ما هي الميلة بتعدلها. مفيش رجالة لا مؤاخذة، ولا الستات كمان عايزة، ولا عاقل بيوزنها. كفوف العدل مقلوبة، ومشايخنا من التوهة ما تعرف طوبة من توبة، وبتزود ملاليها، وبتزود ملاليها. وشيخنا معمر الطاسة بفرخة وكبدة وقناصة، ويفتل فتوى قد الحيل، وتيجي في قلبنا رصاصة، وهو فاكرها مصاصة، يمصمصها ويرميها وتلزق فينا من الآخر بلاويها. يا عم الشيخ، يا سيدنا الشيخ، آرائك شيء ودينك شيء، ما تخلطش الأمور خلطة. ده شرع يا أبويا مش سلطة، كله ماسك لك الغلطة بيعدلها ويتنيها، ينعكشها ويكويها ويفرش كل بلاويها. وقاعد انت تديها لأصل حلال بأصل حرام. تعبنا خلاص كلام رصاص لفتوى لست نفتيها. خالد فضل. عاجبك كده يا عم الشيخ؟